بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم جبت لكم وصفة سهلة وخفيفة، عبارة عن كسرة محشية بحشوة مغذية ولذيذة في نفس الوقت وسهلة ورائعة. نتمنى تجربوها لوليداتكم. عندي هنايا العجينة، نبدأ بالعجينة. عندي زوج كيلة سميد وكيلة فرينة طحين، كيلة سميد وكيلة فرينة. هنا الكيلة على حساب أفراد العائلة، تقدروا تكثروا تقدروا تصغروا. أنا درت هنايا 3 كيسان سميد، 3 كيسان فرينة. درت شوية ملح، درت شوية ملعقة سكر، وربع ملعقة خميرة خبز. وهنايا ما حبيتش ندير الزيت هاد المرة، استعملت السمن. جا روعة بالسمن، جات هايلة هاد الكسرة، جات تقولي كاطو. درت ملعقة كبيرة وشوية سمن وملعقة زيت فقط. بسستها مليح والملح طبعا. بسستها مليح وبديت نلم فيها بالماء، ماء دافي عادي، ماء عادي، ماء من درجة حرارة الغرفة. لميتها. كي شغل راح ندير الكسرة ولا واش تقولوا نتوما، كل واحد كيف يقولها هذه الاسم تاعها. عجنتها مليح، درتها ما هي يابسة، ما هي طرية بزاف، متوسطة. هذه هي القوام تاعها. خليتها على جيه، غطيتها وخليتها على جيه. نروحوا الحشو نتاعنا. هذه مكونات الحشو. طبعا البصل هنايا زدت البصل خاطر هو العنصر الاساسي. هنا السبانخ اللي هو السلق، طمطام والبطاطا. اول حاجه البصل، قطعتها شرائح كانك راح ديري شكشوكه، شكشوكه عاديه. قطعتهم كامل شرائح، شرائح رقيقه. هو بعد ما كملت نروحوا للسبانخ ولا السلق. ايضا غسلته ونشفته مليح وقطعته. هنا حميت مقله، درت فيها شويه زيت ولحت البصله نتاعي. شوحتها شويه. هنايا لازمنا البصله شويه طيب قبل ما نلوحوا السبانخ. هنا رميت كامل السبانخ. هنا درت نصف ربطه. ولا كما تعرفوا السبانخ في ساعة الذوب تكثري ومن بعد الذوب تبقى شويه. هنا زودوا سبانخ مفيدة جدا للجسم، ومادة الخضور اللي فيها مادة فعالة ومغذية ومفيدة للجسم. هنا ضفت شوية طمطام، قطعته قطع صغيرة. وضفت البهارات، هو ملح، فلفل أسود، شوية كركم. وضفت نصف ملعقة طماطم مصبرة. تقدروا تستغنوا عن طماطم مصبرة وتزودوا شوية من طماطم الحب. هذا يرجع لكم. طيبوها شكشوكة عادية. هذه هي الشكشوكة تاعنا. بعد ما طابت جبتها، ضفت لها ملعقة كبيرة نتاع جبن، جبن طري. هذا اختياري طبعا، كل واحد تقدر دير شكشوكة صافية وحدها، بصح هذا يزيد لها بنة على بنة، تعود بنة روعة فيها. وطبعا الملح ديروه غير في البداية، غير شوية لخاطر الجبن مالح. هنا عندي طون. الطون هذا كما تعرفوا الطون يجي مليح مع السبانخ، يتوال معاه، يجي روعة. إذا عندكم الدجاج، إذا عندكم تقدروا تضيفوا الدجاج طايب تفتفتوه. وهذه البطاطا نتاعنا طيبتها في الماء واضفتها، ما بغيتش نقليها في الزيت. طبعا نحنا ماذا بينا كما قلت لكم دائما نبعدوا على الزيت وعلى ماذا بينا نطيبوا في الماء ونفوروها خير من الزيت. اضفتها هنايا، قطعتها رحيتها شويه واضفتها. هذه هي الشكشوكه نتاعنا. وفي الاخير، هذا اختياري طبعا، يحب يضيف، اضفت بيضه باش نعزز طبعا الفوائد. هنا ما طيبتهاش، تقدروا تطيبوها بس انا ما طيبتهاش لاني راح نطيب الكسره وراح اطيب معاها طبعا. واللي ما اختياري، هذه اللي يحب ما يضيفش ما يضيفش. هنا الكسره نتاعنا عجنتها مليح، واحد دقيقه وانا نعجن فيها. ومن بعد درتها، قطعتها باش درتها كويرات.
كل قرصة تهز زوج. طبعا انا جاوني هنا 4 قرصات كبار. هنايا فتحت القرصة اللي لازم تكون رقيقة. هنا اللي المبتدئين واللي يصغروها، تقدروا تصغروا باش ما تتعبكمش في الهزان. هنايا درت الحواف كامل بالماء باش كي ندير عليها القرصة الثانية تلصق. درت هنا الحشو تاعنا، درت شوية هريسة، وهنا اضفت الحشو. هذا الحشو بنين بزاف، بنين راكم تخيلوا، سبانخ مع الشكشوكة مع الطوم مع الجبن. البنة تاعها روعة روعة. طبعا الفايدة ما نهضرش، الفايدة تكون هنا عظيمة. هنا ضفت جبن مبشور، تقدروا ديروا جبن طري. طبعا تزيد البنة روعة، تزيدوا تضيفوا الجبن تجي روعة. كل ما تكثروا الأجبان تجي بنينة هذه الوصفة. وتلصقي الورقة الثانية مليح وطيبيها عادي في طاوة ولا في مقلاة. طيبيها، تحمريها من تحت مليح وتحمريها من فوق مليح. وهذه هي الوصفة نتاعنا، تجي روعة الوصفة وبنينة بزاف. نتمنى تجربوها، تنفعكم تنفع وليداتكم، وطبعا يحبوها الاولاد. هاد الاشياء، هاد الكسره وهذا الخبز المحشي هذا، الاولاد طبعا يشتوا هاد الحوايج. وحشوهم بمواد مغذيه، المواد اللي ما ياكلوهاش ولادكم، كما الخضر، كما كثروا ديروها في الحشو ما تبانش، ياكلوها. جات بنينه، جات روعه. والخبز العجينه جات طريه من هذاك السمن اللي ضفناه، جات مقرمشه وبنينه. جربوها ان شاء الله تنفعكم. هذه هي هنايا ان شاء الله تنجحوا فيها. ودعموني ان شاء الله، ديروا لي لايك، ديروا لي اعجاب، ديروا لي تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.